السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. خلوني اوريكم حاجه سبتل جدا بس قويه جدا بصراحه في اليو اكس. انا كنت بتصفح دلوقتي موقع بيبيع احذيه، وكل حاجه في الصفحه كانت نظيفه جدا بصراحه، يعني وايت سبيس كويس، ديزاين هادي، كلرز مظبوطه، كل حاجه تمام. طبعا في شويه اخطاء بسيطه مش هنبص عليها دلوقتي يعني. ولكن فجاه لاحظت حاجه غريبه، وهي البوتونز، خصوصا زر الشراء او الشراء عند الاستلام او الدفع عند الاستلام، كان بيتهز كده. بصوا كده. ومش بس هو ده، كمان معاه الزر اللي هو اضف الى السله كمان بيتهز. طيب ليه ده بيحصل او ليه ده حاصل هنا في الموقع؟ دي حاجه يا جماعه اسمها المايكرو انتراكشن انيميشن او الاتنشن انيميشن. ببساطه جدا الموقع بيقول لك من غير ما يتكلم دوس هنا. هنا يا ريس ده اهم زر في الصفحه، دوس هنا. تمام. فتعالى كده نحلل مع بعض الحركه دي بتعمل ايه من كذا ناحيه، من ناحيه البرودكت نفسه، الويب سايت نفسه، ومن ناحيه البيزنس، ومن ناحيه اليوزر. خلاص. تعال نمسك الاول من ناحيه الديزاين. الحركه دي بتستخدم حاجه اسمها الفيجوال هيراركي بالموشن. يعني بدل ما يعتمد الديزاينر، بدل ما بيعتمد بس على اللون او الحجم، بيستخدم الحركه عشان يجذب عينك فورا. لان عين الانسان بطبيعتها بتميل اكتر للحاجه اللي بتتحرك مش الحاجه الثابته. من ناحيه البيزنس بقى، ودي النقطه الاهم والاقرب لقلبي بصراحه، زر الدفع عند استلام لو ركزتوا هو بيتحرك اكتر من الزر اللي هو اد تو كارت او اضف الى السله. ركزوا كده. طيب هو ليه بقى بيتحرك اكتر منه؟ علشان ببساطه ده اسرع قرار للشراء، ما فيهوش تفكير كتير. وده طبعا بيساوي ايه؟ زي ما اتفقنا كونفرجن اعلى. هو ده مربط الفرس، ان كل ما الكونفرجن ده يعلى، عفوا، كل ما الزر ده انه يتحرك بشكل اكتر، كل ما هو بيشجع ان انت تاخد خطوه الشراء اسرع. وكل ما انت تاخد خطوه الشراء اسرع، كل ما الكونفرجن ديت يعلى. وده طبعا يعني على طول فلوس اكتر. فيعني الموقع هنا بيقول لك او بيحاول يقلل ان انت تفكر، ويخليك تاخد خطوه الشراء على قد ما تقدر بسرعه. طيب تعال بقى ناحيه اليوزر، نفهم بقى الدنيا بتمشي ازاي. هنا بقى الميزه بصراحه لليوزر هو انه بيوجهك بسرعه. بيوجهك يعني بيخليك تاخد خطوه، بيعرفك انت المفروض تعمل ايه او تاخد ايه. خلاص. تاني حاجه طبعا اللي هو بيسهل عليك القرار ده كده كده. انما العيب بقى القاتل اللي حتى انا شخصيا بالنسبه لي مزعج، وهي ان الحركه نفسها زياده عن اللزوم. لو ركزتوا يا شباب هتلاقوا خصوصا الزرار اللي هو الدفع عند الاستلام بيتحرك كل 3 ثواني بالظبط، وده معدل موشن ازيد من الطبيعي. ما ينفعش الحركه تكون بالشكل المزعج ده. الحاجه الثانيه، في بعض اليوزرز اللي ما عندهمش يعني نوليدج بالمواقع، بمجرد ما بيشوف الموشنز الكتيره ديت، هو بيفكر ان الموقع ده سبامي او موقع مش احترافي، فمش هيطمن له اصلا، فممكن ما يشتريش. خلاص. الخلاصه يا شباب، هنا الديزاينر هنا عرف يستخدم الموشن في مكان كويس جدا. خلاص. والديزاين هنا مش بس شكله حلو، كمان بيوجه سلوكك كيوزر بدون ما انت حتى تحس. وده الفرق يا شباب بجد بين اليو اي ديزاينر والبرودكت ديزاينر اللي فاهم بيزنس. فشابوه للديزاينر اللي عمل الويب سايت ديت. وحاجه كمان، احنا دايما محتاجين نسال نفسنا، انا عايز المستخدم يعمل ايه بالظبط في البيج اللي هو واقف فيها؟ وهل فعلا انا في البيج ديت محتاج استخدم موشن ولا لا؟ ولو مستخدم، ايوه، لو محتاج فعلا ان انا استخدم موشن، هستخدم الموشن دي بمقدار قد ايه؟